السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اعادة الطلب التلقائي. التطبيق ده مساحته 7 ميجا و2 من 10، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بالمكالمات. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت في حالة تكون بتتصل بحد والحد ده ما بيردش عليك، او الحد ده مشغول، او انتظار، او مفيش شبكة عنده، او تليفونه غير متاح، او تليفونه مقفول، او اي حاجة من الحاجات دي، بيقدر التطبيق ده ان هو يعمل لك اعادة اتصال واعادة طلب تلقائي بدون ما انت تتعب نفسك، وبدون ما انت تفضل كل شوية تفضل تتصل، كل شوية تفضل تجيب الرقم وتتصل بيه. هو التطبيق ده من نفسه بيفضل يعمل لك اعادة الاتصال. التطبيق طبعا بيكون متوافق مع السماعات الاذن ومع السبيكر. يعني انت بتقدر تشغل السبيكر، ممكن مثلا تحط التليفون في اي حتة بحيث ان انت مثلا تكون بتعمل اي حاجة تانية او بتقضي اي مصلحة تانية، وفي الوقت ده التطبيق عمال يعيد الاتصال. لو انت مثلا بتتصل على حد مهم ومستني ان هو يرد عليك، فالتطبيق من نفسه انت حاطط الموبايل في مكان او حاطه على الشاحن او ايا كان انت حاطه فين، والتطبيق عمال يعيد في الاتصال يعيد في الاتصال، وانت مشغل السماعة الخارجية او مشغل سماعة البلوتوث والسماعة في ودنك، وهو عمال يعيد الاتصال لحد ما الطرف اللي انت بترن عليه ده يرد عليك. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. طبعا بينفع الاشخاص العاديين، وبينفع الشركات. بالنسبة للشركات مثلا لو بيتصلوا على عميل معين، او لو انت بتتصل على شركة معينة والشركة دي مثلا مشغولة او في عملاء تانيين بيتكلموا او اي حاجة من الحاجات دي، فالتطبيق بيفضل يعيد الاتصال لحد ما يكون في اجابة. ممكن يوصل معاك اعادة الاتصال لحد 100 مرة. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبة لعيوب التطبيق، التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.